برنار رودريجيز وحراس المرمى جان جاك تيزيه الايفواري هو مدرب حراس المرمى. ادي استلام حلو قوي عبد الله، هي عبد الله استلم عبد الله، هو عبد الله السعيد يخلي جمهور الاهلي سعيد في هذه اللحظه. خد من عبد الله واتكل على الله، وعبد الله اهو اتكل، واول هدف للنادي الاهلي عن طريق عبد الله السعيد. استلام حلو قوي وتحرك جميل، وقله الخبره بقى عند مدافعي فريق نادي الترجي. وعبد الله السعيد لسه بنحكي عن اهدافه وعن امكانياته وقدراته الحقيقه اللي لا تظهر الا في الاوقات الصعبه. شوف الكره ملعوبه ازاي، ادي امامنا هنا الكره هي وخطا دفاعي قاتل من دفاع فريق نادي الترجي، وعبد الله السعيد يسجل ويذهب الى حسين السيد مارسيلو اهو امامنا اهو. شوف عدى ضحك على العربي جابر بسهوله اهو، مدافع العروبه السعودي وكان ايضا في نادي البنزرتي. ولكن هنا ايه، ملت الكوره ومتقدم معز بن شريفيه قفل مرماه، لكن الكوره في الشباك. هدف اول للفارس الاحمر، هدف اول لنادي الاهلي هنا في هذه اللقطه. يا ولد يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله، يا لعيب امامنا اهو. وخطا دفاع من اللاعبين المميزين نادي الترجي اللي بيتواجد في البطولات الافريقيه دائما. عام الماضي كان خرج مرحله المجموعات في دوري الابطال في مجموعه الصفاقسي وفاق سطيف. وامامنا هنا بنتابع الفرصه، وادي التحرك المره دي حسام غالي ويسدد حلوه قوي، حلوه قوي 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 قوي، يا سلام يا حسام. ولكن هنا بقى ايه، طلقه من عبد الله السعيد. حسام غالي النهارده الاثنين اللي بيلعبوا بمزاج وهدف بمزاج عالي جدا جدا من عبد الله السعيد، ما يشوفهاش معز بن شريفيه الا في الشباك. الهدف الثاني الاهلاوي في الدقيقه 58، لكن التحرك روعه التحرك هنا، والثغره دفاعيه مستمره من العربي جابر ومحمد علي يعقوبي، والكره اتلعبت جميله. حسام غالي وشوف بقى ايه، رجعها وجاي عبد الله السعيد يجيب الهدف الجميل حقيقه عبد الله السعيد. لكن فعلا يعني نسبه الهدف هنا يعني ترجع للمهاره والقوه في اللقطه الماضيه. وادي امامنا الاعاده، ادي الاعاده للهدف. شوف امامنا هنا ادي حسام غالي، بص عمل الكره ازاي وحضر ازاي، وادي الكره طلقه عبد الله بقى، هي كرات عبد الله السعيد. بقول لحضراتكم وليد سليمان يعملها حلوه قوي. شوف بقى جمله متفق عليها الكابتن فتحي مبروك حقيقه، يعني لا تقول لي لا خواجه ولا مدرب اجنبي، الراجل ياتي في كل مره يقدم اوراق اعتماده بقوه لا تغيب شمس البطولات على الاهلي مع ابنائه المخلصين، ومنهم الكابتن فتحي مبروك اللي الحقيقه يستحق